الأجازة زي ما قلنا قبل كده هي الوقت المناسب للاسترخاء، لكن في الحقيقة الأجازة بتظل ممتعة إلى أن يقترب موعد ظهور النتيجة. وقتها التوتر بيزيد وكل الناس بيبقوا في حالة ترقب لحين ظهورها. في فرجة هنقولك تتصرف إزاي لما نتيجة الامتحان تظهر بالفعل. قيس مدى رضاك عن النتيجة بمقياس من 1 ل10. لو راضي عنها بشكل كبير 8 أو 9 مثلا، فخلينا نوجه لك تحية من فريق العمل. أما لو نوعا ما مش راضي عنها، فإياك تخلق لنفسك أعذار عشان تبرر بيها اللي حصل. اعترافك بأن في مشكلة معينة وأن في تغيير لازم يحصل هو أول درجة في سلم النجاح للترم الجاي. علشان تعرف فين المشكلة، قارن الانبوتس بالاوتبوتس. شوف المجهود والتعب اللي بذلته طول الترم وقارنه بالنتيجة اللي طلعت لك في الآخر، وعلى الأساس ده تقدر تقرر إذا كنت محتاج تحط مجهود أكبر من كده ولا لأ. أما لو حاسس إنك بذلت مجهود أكبر بكتير من النتيجة اللي جت، يبقى المشكلة ممكن تكون في كيفية المذاكرة مش في الكم. هات ورقة وقلم واكتب ليست بالحاجات اللي من وجهة نظرك كانت السبب في انك ما تجيبش الدرجات اللي انت عايزها. ما تحاولش تكتب حاجات كتير وخلاص، ركز بس في الحاجات اللي متأكد منها، وخد على نفسك وعد انك هتتخلص منها كلها. ما نقدرش نوعدك ان النتيجة لازم هتتحسن بالشكل ده، لكن تقدر تكرر الموضوع ده كل فترة لحد ما تتخلص من كل مسببات الدرجات اللي مش عاجباك. مهما كانت النتيجة اشكر ربنا عليها، واشكر اهلك اللي كانوا دايما داعمين ليك عشان تحققها، وخليك عارف ان حتى لو ما كانتش هي دي النتيجة اللي انت عايزها، فحتما انت كسبت، انك عرفت ان في بعض الحاجات في طريقة مذاكرتك لازم تتغير، وان كان لازم يكون في تمن لادراكك الحقيقة دي. خليك عارف كمان اننا في فرجة مش هنسيبك، جمعنا لك كل فيديوهاتنا عن المذاكرة في مكان واحد عشان تشوفها بسهولة. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، ويلا نكمل الاجازة السعيدة.